صباح الفل عليكم جميعا. خلاص فاضل حوالي اسبوعين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان على خير. تعالوا بقى اقول لكم نعمل ايه في الصداع بتاع الكافيين اللي بيجي لنا في اول كام يوم في رمضان وبنبقى تعبانين جدا في الصيام بسببه. احنا دلوقتي بنشرب قهوه كام مره في اليوم؟ هنقول مثلا في المتوسط حوالي 4 مرات في اليوم. هنحاول بقى في خلال الاسبوعين اللي جايين دول نوصلهم يبقوا على الاقل مرتين بس. يعني احنا ممكن ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا ان احنا نعود نفسنا ان احنا نشرب 3 مرات بس قهوه في اليوم، وفي الاسبوع اللي بعديه ان شاء الله اللي هيكون قبل رمضان هيبقوا مرتين بس. ده هيسهل علينا كتير الصيام بتاع اول كام يوم، وان شاء الله هيكون مفيش اي صداع ساعتها. طيب لو بناخد بقى اكتر من 4 مرات قهوه في اليوم، طبعا دي مشكله اساسا في العادي ان انت تشرب اكتر من 4 مرات قهوه في اليوم، بس يعني ماشي هنقول بنشرب مثلا 5 او 6 مرات. في الحاله دي هنقسم الاسبوع هيبقى نصين، 3 ايام و4 ايام، وفي كل نص منهم هنقلل مره قهوه عن المرات اللي احنا بنشربها في العادي. طيب حد هيقول لي طب انا متعود ان انا اشرب يعني حاجات سخنه في الوقت ده، اعمل ايه؟ هنبدل بحاجات كافيين اقل، زي مثلا الشاي او اعشاب زي النعناع، اليانسون، القرفه، الجنزبيل وهكذا، بحيث ان احنا ان شاء الله يجي لنا رمضان وتكون الدنيا فيه كده معانا جميله ونعرف نصوم ونعبد ربنا بكل سهوله. صباحكم جميل، ويا رب كده يكون رمضان جميل وسعيد علينا. مع السلامه.